السلام عليكم. جو الشتا والبرد مش عارفة بصراحة هيودينا لغاية فين. كل يوم عايزين حاجة ناكلها جنب المشروب بتاعنا، إن كان شاي أو شاي بلبن، بالذات الصبح. فهنعمل النهاردة المنين بالعجوة الناعم، طبعا هينفعنا جدا لأن هو العجوة حاجة كده مغذية مفيدة. فيلا بينا نبتدي ونشوف عملنا الحاجات الجميلة دي ازاي، بس متنسوش لايك لو عجبكم الفيديو. حط في البولة اللي هنشتغل فيها نص كيلو من الدقيق، وعليهم معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر ومعلقتين برضو كبار من السمسم ورشة ملح، وهنقلبهم كده كويس. كل المكونات الجافة نقلبها مع بعض، وبعدين هنزل عليهم بكوباية من السمنة، يا دوب كده دافية بسيط خالص. تمام. طبعا لو حابينه ناعم اكتر من كده زودوا كمان ربع كوباية من السمنة. هقلب كل الخليط اللي انا حطيته ده على بعض، وبعدين هبدأ ان انا افركه او ابس فيه زي فاكرين كده زي ما بنبس الكحك. بس طبعا مش هنخليها لدرجة النعومة بتاعة الكحك، انما هندخل السمنة جوه الدقيق ويتشربوا تماما ويكون زي الرمل كده في ايدينا. طبعا هو مش بياخد عجن كتير، فهعجنه على ايديا لان مش فعلا مش بياخد اي تعب ولا مجهود خالص، يا دوب بس بنبس او ندخل السمنه جوه الدقيق. شايفين كده، وده الشكل بتاعه. وبعدين هنبدأ معايا كده كوباية وربع من اللبن او الحليب الدافي، وهنزل شوية شوية. تقريبا الكمية بتاعتي او الدقيق هياخد كوباية ومعلقتين 2 كبار من اللبن او الحليب. شايفين كده بنعجن، مش عجن زي العجين بتاع المخبوزات. احنا بنلم بس كده اللبن بكل المكونات اللي احنا حطيناها قبليها. شايفين كده، ده كده يعتبر معلقتين كده كبار. واخر حاجة اللي انا هنزلها، ده كده شكل وملمس او قوام العجينه بتاعتنا. شايفين عجينه ملمومه كويس، مش رقيقه خالص. هغطي عليها، ده كده المعلقتين من الربع كوبايه الباقيين او معلقتين 3. هغطي عليها واسيبها ترتاح بس من 10 ل 15 دقيقه، وبعدين نبدا نشتغل فيها على طول. ودي عجينتنا بعد ما ارتاحت. شايفين كده، طبعا ما لحقتش تخمر قوي، بس يا دوب كده فكت شويه. هاخد اول قطعه كده معايا، هبدأ ان انا افردها بالشكل ده. انا بصراحة كنت جايبة النشابة عشان افرد بيها، بس ما لقيتهاش محتاجة، لان انتوا عارفين هي طرية وناعمة قوي تحت ايدي، فمش محتاجة قوي. كنت محضرة معايا عجوة. العجوة بتاعتي بكون حاطة عليها معلقة، يعني تقريبا كده 400 جرام من العجوة، حطيت عليهم معلقة سمنة كبيرة، وكمان رشة قرفة او نص معلقة قرفة. لو حابين اي روايح تانية حطوها براحتكم، بس بصراحة لقيتها حلوة قوي. شايفين كده، حطيت العجوة وبعدين قفلت عليها كويس، وهبدأ ان انا ابرمها كده او الفها تحت ايدي، يعني نخلي سمكها ارفع من كده شوية، وكمان تتقفل من تحت كويس. هبدأ ان انا اشيل اول قطعة كده، لان طبعا ما بقاش فيها عجوة. وبعدين هقطع الحجم ده كويس جدا. عارفين كده، يدوب قطمتين 2 وتبقى حلوة قوي. شايفين كده، حاجة تحفة. العجوة بالشكل ده مناسبة قوي، والحجم كمان مناسب. كده خلاص هحطهم في الصينية، واعمل برضو كمية تانية من الشكل ده. شايفين كده، هبدأ ان انا اعمل شكل تاني معاكم. بصراحة شكل حلو جدا وعجبني قوي، لان بدي كده لفة او توريقة جديدة وشكلها حلو. انا جبت حته برضو العجوه طريه قوي يا جماعه وملسه في ايديا. هتقولوا ازاي برضو؟ بس هنخلينا الاول في اللفه دي. بحط العجوه في جزء واقفل الجزء التاني عليه، وبرضو هقفله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقفلها كويس، وبعدين هبدا ان انا افردها كويس واطبعها كده مع بعضها، وعشان تكون متساويه معايا وسمك اخف هعملها بالنشابه زي ما انتوا شايفين. نرجع تاني العجوة. انا يدوب فكيتها بس شوية في الميكروويف. لو حابة تحطيها تحت مية دافية او حاجة، بس انا مش بصراحة مش بحب اسيحها على النار. فاحسن حل ليها الميكروويف، بيكون اسهل بكتير وبتفك معانا، وبعد حتى ما بتستوي مش بتجمد خالص معانا العجوة يعني. تمام كده. شايفين بحاول ان انا اخليها سمك يعتبر رقيق شوية، وهبدأ ان انا اقطعها. طبعا لو حابين اي شكل تقطعوها بيه، بس انا هقطعها التقطيعة بتاعة البطاطس او اي تقطيعة اللي عندنا. شايفين كده، شكل جميل وسهل وبصراحة جديد وعجبني قوي. هبدأ ان انا اخدها كده والفها رول، هتبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفين ده. شايفين كده،
يا دوب لفة كده بسيطة وتلاقيها خلاص جزت معانا، وبصراحة بتدينا في النهاية شكل حلو جدا. ودي واحدة تانية انا فردتها وبرضو عملتها، بس حبيت ان انا اوريها لكم بطريقة تانية او من زاوية تانية عشان تاخدوا بالكم من اللف. شايفين كده؟ طبعا الموضوع بسيط مفيهوش اي حاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اخر شكل معانا هقطعه كده، اللي هي القرص الصغيرة، هقطعه كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. بصراحة يا جماعة نص كيلو برضو بعمل كمية حلوة قوي. هاخد كده حتة عجوة وبعدين احطها في النص واقفل برضو عليها كويس قوي، والفها في ايديا كده عشان السطح بتاعها يبقى متساوي، وبعدين هفردها كده بايدي واحطها في الصينية. دي كده كل الاشكال بتاعتنا النهارده، 3 اشكال بس بصراحة حلوين جدا وعجبوا الولاد قوي. وبعد ما فردتهم او يا دوب بططت عليهم كده بسيط، هبدأ ان انا اعمل شكل كده فتحات بسيطة، طبعا ما توصلش الاخر بالسكينة. شايفين كده؟ بتدي شكل حلو ليها. وبعدين هغطي عليهم واسيبهم في مكان دافي تقريبا كده من 20 ل30 دقيقة، وبعدين هندخلهم الفرن اللي هيكون مشغلينه قبلها طبعا مش اقل من ربع ساعة عشان يكون سخن قوي. هنحطه على الشبكة اللي في النص، هياخد معانا من 20 ل25 دقيقة. ولو وشه او ما اخدش اللون اللي احنا عايزينه بنفتح عليه الشواية في اخر دقايق بسيطة. وده كده المنين القمر بتاعنا، انا فتحت عليه الشوايه في اخر دقايق بسيطه فعلا واخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كده؟ هنسيبهم يبرد في الصينيه وبعدين نشوفهم مع بعض. شايفين كده الجمال ده؟ حاجه تحفه جميله. ودي كده القرص بتاعتنا، بس ملحوظة مهمة، لو الحجم القرص بالشكل ده ياريت نسويها في صينية تانية او وقت تاني غير الحجم التاني، لان انتوا ملاحظين القرص طبعا حجمها رقيق مش زي الشكلين اللي احنا عاملينهم التانيين، فاكيد التسوية بتاعتهم هتختلف شوية. لو انتم ملاحظين دي انعم قوي عن القرص، لان طبعا زي ما بقول لكم القرص رقيقة وانا حطيت الاتنين في فرن واحد، فالقرص اخدت تحميصة شوية عن الشكلين التانيين. بألف هنا حبايبي، جربوا المنين، حاجة تحفة وجميلة جدا في أي وقت كده بينقذك وبينجز معاكي، كان فطار أو كده حاجة بالليل وانت قاعدة. بألف هنا حبايبي، وجربوا الطريقة بتاعتنا النهاردة وقولوا رأيكم. بألف هنا والسلام عليكم.